الكلام ان احنا لازم الناس تفهم ان احنا بنعالج سلبيات موجوده داخل نادي الزمالك بقالها سنوات طويله. احنا بنحاول نعالجها في اسابيع معدوده. وان احنا الطريق مش هيبقى وردي بالنسبه لنا على طول، لازم الناس تفهم مش ان ميدو مسك الزمالك فالزمالك هيكسب كل المباريات اللي في الدوري وفي افريقيا. الناس لازم تفهم ان احنا هيقابلنا صعوبات وهيقابلنا بعض المطبات لو عايزين ان احنا فعلا نعالج المستقبل. ولازم الزملكاويه يفهموا الكلام ده كويس جدا. لازم يعرفوا ان احنا كل النقاط السلبيه اللي بتقابلنا احنا بنحط ايدينا عليها وبنحاول نعالجها. اللي انا في رايي ان في المباراه الاخيره والمباراتين الاخرانيين كانت اهم النقاط السلبيه هو ازاي نضرب التكتلات الدفاعيه اللي كل الفرق دلوقتي اللي بتلعب نادي الزمالك بتعمل تكتلات دفاعيه، ازاي نضربها. فازاي ان احنا نشتغل لما الناس تقفل لنا نقطه معينه او تقفل لنا الجناب، ازاي ان احنا نستخدم العمق وازاي ان احنا نشتغل عليها. زي ما انتم هتشوفوا نظام تدريبنا في خلال الكام يوم اللي جايين هيبقى على التكتيك الهجومي، ازاي نشتغل في التلت الاخراني ويبقى في تعاون من اللعيبه. والجزء الاهم او التعاون اللي كان ناقص في الماتش اللي فات، اللي انا شايف كان فيه بعض من الانانيه، كان فيه عدم تعاون في بعض الاوقات. ازاي نصلح النقطه دي. والجزء الثاني الاهم بالنسبه لنا هو اهدار الفرص، ازاي نشتغل على الجول. ان احنا وانتوا شفتوا من اول يوم اشتغلنا فيه ان احنا بنشتغل على الجول كل يوم، هنأكد الكلام ده. وفي نفس الوقت الكور الثابته الهجوميه، ازاي نشتغل على الكور الثابته الهجوميه اللي احنا في المباراه الاخيره جات لنا 7 8 كور ثابته حوالين 18 وللاسف ما عرفناش نستغلها بشكل جيد. عايز اكد ان دايما الفرق اللي بتيجي تلعبك متكتله دفاعيا، ايه ضربها ازاي؟ ضربها في استغلال الفرص والاستغلال الكره الثابته الهجوميه، زي ما بنشوف في الفرق الثانيه ان ايه ممكن كره ثابته تغير المباراه. فازاي نستغل الكور الثابته الهجوميه دي طريقه شغلنا خلال اليومين الثلاثه اللي جايين. ده يعني بشكل عام. اما عن مباراه المصري، مباراه المصري انا شايفها ان هي مباراه مهمه جدا بالنسبه لنا في المنافسه على قمه المجموعه، خاصه مع تعثر بتروجيت والاسماعيلي، او بعيدا عن تعثر بتروجيت والاسماعيلي هي مباراه مهمه لينا، ومباراه مهمه لينا قبل المباراه الافريقيه المهمه ان هي تبقى دافع معنوي كبير لينا في ان احنا نسافر بفوز. وباكد ان احنا نسافر بفوز، ان احنا عايزين نسافر ب3 نقاط. باكد لجمهور الزمالك ان احنا مفيش اي نقطه سلبيه هم شايفينها احنا مش شغالين عليها، بنحاول نعالج كل النقاط السلبيه. لكن لازم تفهموا ان انا مع ضغط المباريات مش هاجي مره واحده ان انا اعالج كل النقاط السلبيه في 5 6 اسابيع. يعني بنحاول ان احنا ننافس على بطوله الدوري السنه دي وننافس على بطوله افريقيا ابطال الدوري، وده اللي شغالين عليه بالتوازي مع التخطيط للمستقبل. وكلمه التخطيط للمستقبل حط تحتها مليون خط، ان انت بتعالج مشاكل زي ما باكد مشاكل موجوده جوه نادي الزمالك بقالها سنوات، منها ثقافه المكسب. ولما بتكلم على ثقافه مكسب بتكلم مش مكسب مباراه واثنين، بتكلم ان ازاي اللعيبه يبقى عندها ثقافه المكسب البطوله، ان هي تنافس على بطوله، وان هي بعد ما تلعب مباراه كبيره في بطوله معينه ازاي ان هي تنقلها ان هي تلعب مباراه كبيره ثانيه في بطوله مختلفه. وده شيء كان ناقص جوه نادي الزمالك بقاله سنوات، احنا بنحاول نبنيه ونعلمه لعيبتنا من اول وجديد. اول حاجه بعض الناس انتقدت عمليه الروتيشن اللي انت مطبقها من اول ما جيت، ان هي ما بتخليش فيها في حاله انسجام. يعني اوكي روتيشن مطلوب، عمليه الاستشفاء برضه مطلوبه، لكن الانسجام برضه مطلوب في القوام الاساسي للفرقه. يعني بيبقى في هيكل اساسي وبتقدر تدور عليها ممكن لاعبين كل مباراه. انت كصحفي انت مش شايف ان احنا في قوام اساسي احنا ما بنغيروش؟ في قوام اساسي ما بنغيروش، بس بيبقى في تغيير كتير في اللعيبه. يعني لا يعني في عندنا بعض اللعيبه قوام اساسي لو موجودين عندنا دول موجودين. يعني برضه هكلمك على قصه الروتيشن، خلينا نتكلم عليها. كل حاجه في الكوره يا جماعه او كل حاجه في الحياه ليها نقاط ايجابيه ونقاط سلبيه. احنا بنحاول ناخد الحاجه اللي نشتغل عليها، اللي نحاول ناخد منها اكتر نقاط ايجابيه، وان احنا نتجنب النقاط السلبيه. جزء من الروتيشن ان في ممكن يبقى عدم انسجام بعض الشيء، لكن انا كنت يعني مقسم شغلي جزئين من اول لما جيت. الجزء الاول ان انا اشرك اكبر عدد من اللاعبين ممكن لاعطاء فرص للعيبه والوقوف على مستوى مين اللعيبه اللي هتبقى معانا بشكل اساسي اكتر. والجزء الثاني اللي احنا كنا هنشتغل عليه، او الجزء الثاني اللي هو بدايه ثبات التشكيل مباراه عن مباراه، وهي ده الجزء اللي هنبتدي نشتغل عليه من اول مباراه المصري. هنبتدي تشوفوا في ثبات في التشكيل اكبر من مباراه المصري.
فكان لازم اول لما نيجي ان احنا ندي فرص لجميع اللاعبين. يمكن اللعيب الوحيد اللي ما خدش فرصته معانا يعتبر هو قطه وشيكا الصغير بعض الشيء، لكن قطه هنحاول ان احنا نشركه في بعض المباريات القادمه حسب ظروف مبارياتنا. انما الجزء المهم اللي احنا داخلين عليه دلوقتي انا برضه عايزكم تنقلوا عن لساني ان المرحله القادمه هي مرحله ثبات التشكيل. ثبات التشكيل مش معنى كده ان انا هلعب بنفس تشكيل كل مباراه، لا، لكن الفكر اكتر هيبقى ثبات اكبر عدد من اللاعبين داخل الملعب. طيب يا كابتن، ماتش المصري طبعا الفريق المصري في لعيبه كتير جدا عندها خبرات، لعبت كتير في الدوري، معاهم الكابتن انور سلامه، منافس اقوى من تليفونات بني سويف اللي احنا لم نتمكن من الفوز عليه، واقوى برضو من فرق كتير احنا قابلناها الاسابيع اللي فاتت. استعدادك للمباراه دي هيبقى شكلها ايه؟ طيب عايزين نفصل دايما كل مباراه على الثانيه. اتفضل. في الكوره ما الدنيا ما بتتقاسش ان انت ما عرفتش تكسب فريق والفريق الثاني ده اقوى منه فالمباراه تبقى اصعب. لا، والدليل على كده ان تشيلسي بيتغلب من نيوكاسل وبيكسب مانشستر يونايتد. صح؟ في كل الكوره ما فيش حاجه اسمها ان ده فريق اصلا، ما بنربطش المباريات ببعض او مستوى الفرق ببعض. كل مباراه ليها ظروفها وكل مباراه ليها لعبتها وكل مباراه ليها الشكل اللي احنا هنلعب بيه. فريق المصري فريق محترم جدا، فريق عنده خبرات زي ما انت قلت، فريق عندهم مدير فني محترم جدا قدر ينتشلهم من قاع الجدول لوسط الجدول، وكل الاحترام للكابتن انور ان احنا نتوقع ان هو هيخلينا نلعب مباراه صعبه، لكن باذن الله الشكل اللي هنلعب بيه هيكون جدير باذن الله ان احنا نقدر نحصل على 3 نقاط من السويس. طب كابتن ميدو، يمكن فريق